حياكم الله ويانا. انا يعني المفروض كان من البدايه بس ما عليه نسيت. اول شيء خليني اتحمد بالسلامه للاعبين الصغار تحت 19 سنه في نادي الشباب اللي تعرضوا لحادث. 5 لاعبين كانوا في سياره واحده. سلامتهم. كانوا متجهين لخوض مباراه الشباب مع السالميه. سيارة خاصة ولا باص نادي؟ لا بسيارتهم كانوا. سيارة خاصة. نعم. صحيح. فنتحمد لهم بالسلامة. أحد اللاعبين حسب ما عرفت أن حالته شوي حرجة. دعوات الله إن شاء يشفيهم إن شاء الله العاجل. أيضا خل أبارك لكل الإخوان عاشقين الكرة المصرية وزملائنا هني في المحطة. أخونا مصورنا ما ادري يبيني اقول اسمه ولا لا، ما ادري. في ناس قول اسمه. اول في ناس اول حرف قول اسمه. اذا عنده اقامه وشغله مرتب يقول لك قول اسمه. لا مو اما اذا ما عنده اقامه بيقول لك لا تقول اسمه. لا اقول اسمه. اي بس. وايضا لا مو قصه اقامه. ايضا اخونا منير منتيرنا ايضا والزملاء، يعني بعض الزملاء نهنيهم. ايضا نهني الاخوان في ديوان كويتاوي. اليوم تم تشكيل مجلس الاداره برئاسة أخونا أسعد مندني رئيس ديوان كويتاوي. نبارك له ونبارك لكل الأخوان اللي معاه في مجلس الإدارة. الله يبارك لهم على المجهود الطيب، وهم شباب فيهم الخير والبركة. رواد هذا الديوان نبارك لهم طبعا. وناس منظمين وعسى الله يوفقهم إن شاء الله لخدمة النادي. إن شاء الله. عسى الله يوفقهم إن شاء الله. يستاهلون وإن شاء الله هم قدروا وجود لخدمة نادي الكويت. موفقين. أيضا أرجع لموضوع أبو فواز. يقول سابقا يلحقون الدخيل بالملعب، حاليا يلحقونه بالبرامج والكلام الفاضي، والمشكلة أن تاريخ فيصل أكثر من عمر المهاجمين. هذا مسج أخونا محمد الشمري. أما محمد الجديد فيقول دام القضية جارية المفروض من أسد تقي يلتزم الصمت ولا يشكك بنوايا فيصل الدخيل. مشكلته إذا ما يعرف لا أبو عم بوال يعرف من الدخيل ويعرف شنو تاريخ الدخيل. ويعرف بالنظام الدولي والآسيوي والأنظمة كلها يعرف فيها. طبعا. خلينا نرجع. اخونا جبلاوي شرقاوي يقول الاخ عبد العزيز هم يحاربون فيصل الدخيل بشخص طلال فهد، ليش تلفون وتدورون؟ تقدر تقراها نقراها يبغى وجهة نظرك وتبقى يعني يبقى الاخوان هل يعني اي لان الحين الشيخ طلال عندك بكره وبعد بكره مسافر وراح يمثل. هل راح يصير في كلام وهجمه على الشيخ طلال؟ وين راح يسافر؟ راح يصير في عنده اجتماع الدوحه راح يمثل الكويت. راح يمثل الكويت، يمثل الاتحاد. سحبوا جوازه يمثل اللجنه الاولمبيه. يسحبوا جوازه الاولمبيه يعني من 206 دول موقفه الكويت. ليش بيروح؟ هو راح يمثل الكويت. بنشوف رده الفعل مثل ما صارت. لا على دعوه ما يروح كذي. انا معاك بس هو وضع مثل الدخيل جت له دعوه وراح. والشيخ طلال جت له دعوه وراح. انا بنشوف رده الفعل بالضبط. هل راح تكون هو ابو مشار يسال سؤال يبي اجابه منكم، هل هذا بالفعل يعني توجه قد يكون في الايام القادمه حتى؟ اي نعم كلامه صحيح. سحب الجوازات نعم ممكن. لا متوقع كل شيء. اي مو على اساس اذا كذي يمكن احتمال. انا ما ابيك تمثل لي برا ويفنشونك من دوامك. لا ما نبي نوصل للمرحله احنا اكيد يعني فنشوا. لا بس محمد مهما كان احنا في دوله قانون يعني ودوله مؤسسات، يفترض جدلا انه هذا الموضوع طريقه الكتب اللي قاعد يحتاج الى شلون اقدر اوقفك؟ الى حكم محكمه والى شلون اقدر اوقفك انا؟ يعني شلون اقدر امنعك؟ شوف لا يوجد جريمه ولا يوجد تجريم الا بوجود نص قانوني وبوجود ارتكاب لجريمه. الان اثبت انت الجريمه في المقام الاول وبعدين حاسب الشخص اللي ارتكب الجريمه. قول هالكلام حق نائب رئيس اللجنه المؤقته انا ان اثبت الجريمه على فيصل الدخيل بعدين هو حسب وجهه نظري حسب ما افهمه. الاخوان يرون بانه كل من شارك في الايقاف وهم يرون هذا، كل من شارك في الايقاف او ساهم في الايقاف، طبعا الان هذا عبء اثبات هذا يقع عليهم. نعم. يجب ان يبتعد ويجب ان ما يكون له دور في الوقت الحاضر. انا اقول يا جماعه احنا انت تقول لا ما صعب هالامر، لكن مو مساعد يعني. شو اللي يمنع؟ انت مخالف قوانينك المحليه وما قاعد تصغى لي وتبعا لقوانين ديرتك. لما يسحب جوازك هذا امر طبيعي. شلون تسحب جوازي؟ شو مسوي؟ انت ما قاعد تسمع يعني ما قاعد كل واحد ما يسمع عبد العزيز بتسحب انا كفيصل الدخيل الدوله ما لها فضل علي. لا ما لها فضل علي. خليني اقول لك شغله،
ما له فضل بالمنصب هذا قصدي. بالمنصب ايه. لا عفوا انا ما اتكلم انه قصده ما راح بالترشيح او ما راح كذا يعني بفضل من الدوله. يعني فيصل منصبه هذا مو من الدوله. وفيصل الدخيل يعني متهم، حتى اتهموه انه ذيك الايام يوزع فلوس فيصل الدخيل عشان يجددون الايقاف علينا. في المكسيك مو المكسيك مو اول مره يعني يتهم فيصل الدخيل. وفيصل الدخيل ترى ما تحرك ولا سوى شيء. لا بعد هم بعد. لكن راح يجي يوم فيصل الدخيل يرفع قضيه رد اعتبار وراح ياخذ حقه.